في حاجة بتوجع إنك تعمل حاجة حلوة لحد وبعدين تستنى منه حاجة في المقابل، تساعده وتستنى يساعدك، تسأل عليه وتستنى يسأل عليك، تقف جنبه وتستنى يوم ما تقع يقف جنبك. ولما ده ما بيحصلش بتقول أنا عملت له كتير. بس هنا السؤال، أنت عملت الخير علشان هو يستحق ولا علشان مستني الخير يرجع لك؟ لأن لو كل خير بتعمله مستني تمنه من الناس هتتعب جدا. الناس ممكن تنسى وممكن ما تقدرش، وممكن حتى ما تعرفش اصلا انك تعبت علشانها. لكن ربنا شايف الموقف اللي محدش شافه، شايف المساعدة اللي محدش شكر عليها، شايفك وانت بتعمل الخير من غير ما تقول لحد. علشان كده ما تخليش الناس تحدد قيمة الخير اللي عملته. لو عملت خير اعمله لله، ولو حد ردهولك فدي نعمة، ولو ما ردوش اجرك عند اللي عمره ما بينسى. واجمل خير هو اللي تقدر تعمله حتى لو متأكد انك مش هتاخد منه حاجة، لان ساعتها هتعرف انك بتعمله مش علشان الناس لكن علشان ربنا. وما تنساش تصلي على النبي. سلام.